تخيل أن أحد أهم لاعبي مانشستر سيتي قد يصبح لاعبا في برشلونة. رودري، الرجل الذي قاد السيتي إلى المجد وصاحب الكرة الذهبية، أصبح الآن في قلب واحدة من أكثر قصص الانتقالات إثارة هذا الصيف. برشلونة يضغط بقوة، مانشستر سيتي يرفض، ورودري نفسه أمام قرار قد يغير مستقبل مسيرته بالكامل. لكن السؤال الحقيقي هو: هل نشهد فعلا نهاية رودري مع مانشستر سيتي؟ رودري لم يعد مجرد لاعب وسط عادي. منذ وصوله إلى مانشستر سيتي عام 2019 تحول تدريجيا إلى أحد أهم عناصر الفريق. هدوء تحت الضغط، قراءة مذهلة للملعب، قوة بدنية، وتمريرات تجعل إيقاع الفريق يبدو وكأنه تحت سيطرته بالكامل. وكانت لحظة تاريخية في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 عندما سجل رودري الهدف الذي منح مانشستر سيتي أول دوري أبطال في تاريخه. وبعدها مباشرة جاءت الجائزة الكبرى، الكرة الذهبية 2024. لكن الآن وبعد سنوات من النجاح في إنجلترا قد تبدأ قصة جديدة تماما. برشلونة يعرف جيدا ماذا يعني امتلاك لاعب مثل رودري. النادي الكتالوني يبحث عن لاعب يستطيع قيادة خط الوسط، التحكم في الإيقاع والخروج بالكرة تحت الضغط. وهنا يظهر رودري كاسم مثالي. والأكثر إثارة، رودري يعرف جيدا برشلونة، والعودة إلى إسبانيا قد تكون مغرية بالنسبة له. ولهذا بدأت المفاوضات تأخذ منحا جديا. برشلونة قدم عرضا أوليا قوبل بالرفض، ثم عاد بعرض أكبر، لكن مانشستر سيتي قال مرة أخرى لا. آخر تطورات جعلت القصة أكثر إثارة. برشلونة قدم عرضا جديدا بقيمة تقارب 55 مليون جنيه استرليني، لكن مانشستر سيتي رفضه أيضا. السيتي يريد مبلغا أعلى، خصوصا أن رودري ما زال لاعبا مهما للغاية بالنسبة للفريق. وهنا ظهرت نقطة أخرى تزيد الغموض. مدرب مانشستر سيتي إنزو ماريسكا عندما سئل عن مستقبل رودري لم يغلق الباب أمام رحيله، بل ترك الباب مفتوحا وقال إن أي شيء يمكن أن يحدث قبل إغلاق سوق الانتقالات. وهنا بدأت الجماهير تتساءل: إذا كان السيتي يريد بقاء رودري فلماذا لا يقول ببساطة إنه ليس للبيع؟ رحيل رودري لن يكون مجرد بيع لاعب، إنه تغيير في هوية مانشستر سيتي. لأنك عندما تفقد لاعب يستطيع أن يمنحك الهدوء في وسط الملعب، فأنت لا تفقد تمريراته فقط، أنت تفقد لاعبا يقرأ المباراة قبل أن تحدث. ولهذا فإن رحيله سيضع مانشستر سيتي أمام مشكلة كبيرة: من سيعوض رودري؟ السيتي بدأ بالفعل في إعادة تشكيل خط وسطه، ومع الحديث عن أسماء جديدة مثل المغربي أيوب بوعدي، يبدو أن النادي مستعد فعلا لهذا السيناريو. لكن تعويض لاعب مثل رودري هذه قصة أخرى تماما. أما رودري فمستقبله لا يزال غير محسوم. اللاعب عاد للتدريبات بعد فترة التعافي، لكن مستقبله أصبح حديث سوق الانتقالات. برشلونة يريد حسم الصفقة، مانشستر سيتي يريد مبلغا أكبر، والوقت يضغط على الجميع. فكلما اقترب إغلاق السوق أصبحت المفاوضات أكثر توترا.
وهنا قد تكون الكرة في ملعب رودري نفسه. هل يختار الاستمرار في مشروع مانشستر سيتي أم يعود إلى إسبانيا ويبدأ فصلا جديدا بقميص برشلونة؟ رودري الآن أمام قرار ليس سهلا أبدا. سنوات من النجاح مع مانشستر سيتي والاستمرار معه أم بداية جديدة مع برشلونة؟ حتى الآن رودري لم ينتقل رسميا إلى برشلونة، ومانشستر سيتي رفض آخر عرض، لكن الواضح أن القصة لم تنتهي بعد. والسؤال مطروح لكم: لو كنت مكان رودري هل تختار برشلونة أم تستمر مع مانشستر سيتي؟ اكتب رأيك في التعليق. لا تنسى الاشتراك في كرة ستوري لمتابعة أقوى قصص كرة القدم، ولا تنسى دائما أن كرة القدم ليست مجرد 90 دقيقة، بل هي قصة. سلام.